ما شفتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما شفتش؟ لا ما شفتش، انا كده سمعت. انت بقى شفت اللي حصل؟ لا ما شفتش، انا كمان سمعت. واكيد طبعا اللي قال لك ما شفتش اللي حصل هو كمان ما سمعش، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. وكل واحد بينقل القصة وبينقل الحكاية، بيحط البهارات والنكهة بتاعته اللي احنا يعني شطار جدا فيها، عشان يجود في القصة ويحط لها سيناريو وحوار، زي لعبة التليفون الخربان اللي كنا بنلعبها زمان. طب وبرغم ان انا ما شفتش اللي حصل وسمعت عن حاجة ما شفتهاش وما تخصنيش، بتقولي ليه؟ وعايزني اصدقك ليه؟ لو كل واحد فينا مشي بالمبدأ ده كنا هننتقل نقلة تانية خالص. ولو كل واحد جه قال لك فلان بيقول عليك وفلان بيعيد عليك، قول له قال ايه؟ قال كذا وكذا. قال لك انت؟ اه قال لي انا. وهو ماله كان مرتاح قوي معاك وهو بيقول لك كده؟ اشمعنى انت يعني اللي خد اريحيه وهو بيقول لك كل ده؟ ويا ترى لما قال لك كل ده كان رد فعلك ايه؟ لو عنده دم هيحط وشه في الارض. لكن للاسف قله الدم دلوقتي بقت موضه. فكر. فكر لما كل واحد يجي يستهلك وقتك، ويا ريت وقتك بس، ويقعد يهري معاك في حاجات ما تخصكش، ان الشخص ده فلتره من حياتك. فكر ان لما حد يهري معاك في مواضيع وفلان قال وفلان عادت والحوار دي كلها، مليون في المية مش حقيقة. ما دام انت ما شفتش حاجة وحشة من الشخص اللي بيحكوا عنه ده، don't judge him. ما تحكمش عليه. وفكر تاني ان الشخص ده بنسبة كبيرة جدا واخدك كوبري عشان يضرب بيك الانسان اللي بيحكي لك عنه. من الاخر بيقرطسك، بيستغفلك عشان ياخدك أداة من الأدوات اللي حواليه، من البشر التانيين المغفلين اللي حواليه، علشان يضرب ويأذي بيك الشخص التاني دوت اللي بيحكي لك عنه. فما ترخصوش نفسكم، وما تفتكروش ان اللي بيعمل كده قصده مصلحة ليكم. ده احنا حتى في مصر بنقول ما شتمك إلا اللي بلغك. ما شتمك إلا اللي بلغك. ففكر فيها، خلي فيه استنارة، خلي فيه حكمة، خلي فيه إفراز، إن غربلة الكلام اللي بيتقالك توزنه. مش تركب الموجة مع اللي بيركبوا الموجة وتصدق وتمشي مع التيار. فكر إن الشخص ده ليه جاي لك دلوقتي يشتم في فلان ويعيد ويعيب فيه؟ مش ده كان حبيبك زمان وكان صاحبك واخوك؟ اشمعنى لما قلبتوا على بعض جيت حكيت عنه؟ وبتحكي لي ليه دلوقتي ان هو قال عني؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ واشمعنى قال لك انت عني وكان في الاريحيه دي؟ وانت كان رد فعلك ايه؟ وهتلاقوا مفيش ردود لكل الاسئله ديت. فمن باب اولى قول له ما دام ما شفتش بعناية يبقى ما صدقش بوداني. وخاصة لو الشخص اللي بيتكلم عنه ده انت ما شفتش منه غير كله خير، او على الاقل ما شفتش منه حاجة خالص، لا خير ولا شر. الحكمة تبررت من بنيها. الحكمة تبررت من بنيها. سلام.